السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنتبل صدور فراخ مقطعينها مكعبات. فلفل اسود مجروش، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وربع معلقة زنجبيل. تمام. ومعلقة بابريكا كبيرة، ومعلقة زعتر. تمام. ودي كريمة طهي، ماشي. بتطري قوي صدور الفراخ. تمام. انا معايا تقريبا كيلو الا ربع من صدور الفراخ مقطعه مكعبات. وعايزه اقول لكم ان الاكله دي فيها وفر يعني انا يعني مش عارفه، ورشه من السكر. تمام. يبقى هنقول التوابل تاني. فلفل اسود فريش. تمام. رشة من السكر، ربع معلقة زنجبيل، معلقة مليانة صغيرة بتاع ده زعتر جاف. تمام. ومعلقة من أو معلقة ونص أو معلقتين من البابريكا. تمام. ورشة من السكر. هنا صدور الفراخ أنا بنغزها كده عشان التتبيلة تخش فيها كلها. تمام. وطبعا الملح اللي انت زي ما انتوا عايزين ملح تحطوا قد ايه. وبنقطع، بس انا كنت مقطعه الباقي بس حبيت انغز دي قدامكم كده عشان اقول لكم يعني ان انا بنغزها عشان ايه تشرب من التتبيله من الكريمه ومن التوابل. تمام. هنسيبها بقى ايه مع نفسها كده. تمام. هنتبل الفراخ كلها وهنسيبها نركنها كده ايه. بقالي 3 ايام يا جماعه عمال اعمل رز، يعني انا اصلا زهقت من الرز، زهقت لهم من الرز. فقلت لا والله لا، اغير لكم النهارده واعمل اكل بسيط ولذيذ ولطيف. ونشوف بقى صينيه رمضان وقولوا لي ايه رايكم في صينيه رمضان. وعايزه اقول لكم طبعا ان القناه التانية فيها مشكله، مش عارفه ادخل عليها خالص. بنتي غيرت الحساب بتاعها لما انا ما بقتش عارفه ادخل عليها. دوست على حاجه غلط، طلعت بره القناه مش عارفه ادخلها. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. تمام. تمام. سيب بقى الفراخ بتاعتنا كده مع نفسها تتبل. هنا كل الحكايه انا عجنت العجينه دي ايه، ميه وملح، مفيش اكتر من كده. ميه وملح ميه وملح وعجين. تمام. وحبيت احط معلقه الزبده معاكم بعد ما عجنت العجينه، يعني انا بعد ما لميتها من بالميه وكده رحت حطيت معلقه الزبده. تمام. هنعمل فطير سريع كده يتاكل مع ايه، مع الفراخ دي. نوع يا جماعه من التغيير، يعني كل يوم رز كل يوم رز، يعني ايه. آه نعمه ربنا حلوه وجميله كل حاجه، بس برضو التغيير مطلوب. فانا حسيت ان الناس بقى كده يعني ايه جابت اخرها. 3 ايام رز، هو في ايه؟ مفيش، هو كله ضرب ضرب. فزي ما بقولكوا كده هنعمل كام فطيرة كده على السريع، مش فطير، هو عيش بس هو تحسوا انه شبه الفطير. تمام. اي سمنة يا جماعة، اي نوع من السمنة عايزين تعملوا بيه اعملوا بيه، زبدة فرن، زبدة جنة، اي حاجة، بس اهم حاجة تكون متماسكة. تمام. انا هقطع دولت حوالي كوبايتين ونص من الدقيق، زي ما ياخدوا ميه. كوبايه الا ربع ميه، نص كوبايه ميه، على كل دي على حسب. انا بستعمل ايه، بستعمل دقيق الضحى. انا حاطه ملح في العجينه، مش حاطه سكر خالص، مش حاسه ان السكر ليه لازمه يعني. تمام. انا بكور العجينه كده وهسيبها ترتاح. تمام. مش هنسى اقول لكم يا جماعه تشيروا الفيديو وتشاهدوه، الله يرضى عليكم يا رب. طبعا هنا انا خلاص بعد ما ارتاحت العجينه، ما بتاخدش وقت، بتاع ربع ساعه 10 دقايق كده يعني. بعمل ايه بقى، بجيب حته زبده وبفردها كده، مش ما تبقاش سايحه، تبقى متماسكه. تمام. هنرش عليها ايه، رشه من الدقيق. تمام. وهنفتحها كده من الجنب، من الدايره، ونلفها كده زي الحلزونه. تمام. هنسيبها ترتاح ثواني. تمام. دي بقى اللي مرتاحه، اللي قبلها هوريها يعني هوريكم انا اتفردت ازاي. تمام. طبعا هي فيها الزبده زي ما قلت لكم، الزبده تبقى متماسكه. تمام. وميزة العيش ده يا جماعة، ده عيش هندي، بيقولوا عليه عيش هندي. ميزته ان هو اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، وانت بتسويه بتلاقيه بايه بيفرد كده بيرتفع. ليه؟ لانه بتبقى كله رقات كده.
كله رقاه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع سهل وبسيط واسهل عيش في الحياة، نفس عجينة الفطير. تمام، اهو بنفض منه الدقيق الزيادة. تمام، هعمل كمان معاكم واحدة اهو، بفردها كده. تمام، ورش كمان عليها رشة من الدقيق، بحس ان هي ايه الزبدة اللي في العجينة ما تلزقش في الفرادة. تمام حبايب قلبي، يا ولاد يا ولاد شاروا القناة يا حبايب قلبي، شاروا القناة كده وادعوا لي ان الازمة اللي في القناة دي والله العظيم ولا عارفة اخش عليها من صفحة اليوتيوب. يعني صفحة اليوتيوب ذات نفسها مش عارفة ادخل على الحمد لله انا معايا التليفون تاني اللي عليه قناة ام ادم، اللي كنت يعني رحت في ابو نكلة. ايه يا نصر ما تخلصي يا نصر، ايه ده يا نصر ما تخلصي. انا بحب العجن وبحب الفرد، شكلي كده نسيت. خلاص كفايه. هنا هنيجي بقى للايه، مسخنين الطاسه دي تمام زي ما انتوا شايفين كده، وهنيجي بالفرشه يا دوبك نسقسق زبده بسيطه، يا دوب يا دوب سنه كده بسيطه. زي ما قلنا حطينا رشه ملح على عجينه وميه وملح وبس وعجنا العجينه. شايفين بترتفع ازاي، شايفينها بترتفع ازاي، ما شاء الله. يعني العيش ده سهل وجميل يا جماعة، و يعني زي الفطير بتاعنا بس اسهل من الفطير بتاعنا. اه يا جماعة، تغيير تغيير تغيير، التغيير جميل في كل شيء. ما بحطش زبدة في الطاسة، انا بسقسق بس الفرشة كده، بدهن بس بيها عشان ما تيجي تمسكي العيش ده ايديكي ما تبقاش فيها دهون. تمام، ما تبقاش الدهون طاغية قوي على ايديكي. تمام، يعني مش بتبقى احلى حاجة يعني. تمام، وبنقلبه على طول مرة اتنين. شوفوا شايفينه بيرتفع ازاي. محدش يا جماعة يعمل بايديه عشان ما يتلسعش، انا متعودة على كده. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، يا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركة، امين يا رب العالمين. ايه يا نصر، الجو كله هيبقى خبز وعجن ولا في ايه يا حبيبتي؟ مالك ياما خلصيني كده، ايه مالك؟ عاجبني ان هو بيرتفع كده يعني، عاجبني بجد يعني. وعلى طول بنحطه في الفوطة عشان ايه ما ينشفش. هنا جبت الطاسة دي وسخنتها كويس. تمام، وحطيت حتة زبدة و معلقة زيت، بحس ان اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي الزبدة ما تتحرقش. تمام، وهنا بقى بنحط مكعبات الفراخ. طبعا الفراخ شربت الكريمة وشربت التتبيلة بتاعتها. تمام، تمام، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين بقى اللون ده، اللون ده البراون الحلو الجميل ده، اللون ده اللي عملته رشة السكر اللي حطيتها وشوية الكريمة اللي انا حطيتها. تمام، لازم الفراخ تاخد صدمة على العالي. بوريكم ان التوم ده توم مشوي. يعني ايه توم مشوي؟ انا حطيت شوية توم سلام يا دوبك شوحوا شوية صغيرين كده، توم سليم في الطاسة دي، وحطيت عليهم شوية بابريكا وشوية فلفل اسود. كل الكلام ده اتشوح مش اتحمر، هو لونه احمر كده عشان انا حطيت بابريكا. تمام، هعمل بيه ايه ده، هفرمه في الكبة. تمام، وبعدين احط عليه شوية ملح واحط عليه ليمونة، عصير ليمون. تمام،
وهعمل بيه ايه بقى؟ هعمل بيه سلطة بنجر، وهعمل اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي، سلطة بنجر، وهعمل بيه بتنجان. كل ما بيكون التوم هنا مطرح الطاسه دي انا شلت التوم وفرمته وكده، اللي كان مشوي في الطاسه. عايزه اقدم بقى ايه مع الفراخ دي؟ طماطم مشويه. فحطيت في نفس الطاسه سنه من الزيت وسنه زعتر وشويه ملح وفلفل، تمام. وعلى نار عاليه بشوي الطماطم دي، تمام. هنا كمان كنت سلقه بطاطس صغيره ومقشراها، وبعد ما شلت الفراخ كده استوت واتحمرت وكل حاجه، حطيت البطاطس دي تتحمر في نفس اللي انا اقدمها برضو مع طبق الفراخ، تمام. بزود عليها شويه زعتر، وزودت عليها حته زبده، تمام. كده خلاص البطاطس اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي. كده خلاص الطماطم اتشوت بسرعه كده. وهنا بحط على الفلفل رشه بحط قصدي على البطاطس رشه من الفلفل، تمام. وبقلبها كده تاخد طعم الفراخ، واحط سنه من الملح، وهرجع الفراخ تاني جنبها، تمام. وكده خلاص الحله دي كانت فيها شوربه المشروم. وهنا عصره ليمونه كده على الفراخ والبطاطس، مش كتير، تمام. بس خلاص كده. انت روحتي فين يا نسوره؟ ده انا رايحه للسلطه يا ولاد. هنا كوبايه من الزبادي صغيره، وادي التوم اللي هو بالبابريكا اللي انا كنت شوياه، التوم بالبابريكا بالايه، بعصرة الليمون بفلفل، مش حاطه توابل غير بابريكا وفلفل اسود وليمون وملح وزيت زيتون. خدت شويه وقلبتهم على الزبادي، ونزلت بعد كده عليهم بسلطه البنجر، وطبعا عصرت ليمون. ايه تاني؟ تمام كده. اكله كده يعني. قولوا لي ايه انتوا، ايه رايكم في تصنيف الاكل ده؟ او قولوا لي ايه رايكم في اختياري في الاكل؟ هل عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ قولوا لي يا ولاد في التعليقات. هنا كنت شويه حلقات بتنجان في الفرن، تمام. ونزلت عليها بنفس الخلطه، التوم المشوي مع البابريكا مع الفلفل مع الملح مع الليمون. عايزه اعمله دايره كده، يعني موضوع بسيط لذيذ كده. التوم الني بيخلي هو حلو كل حاجة، بس يعني ايه، مش مستحب قوي. حبيت تسلمي على حد، جالك ضيف، بوستي حد بتاع، ما يبقاش الدنيا كلها توم كده. التوم المشوي بيقل من حدته شوية يعني. وطبعا انتوا وذوقكم اللي يريحكم اعملوه. وادي الصينية بتاعت رمضان، قولوا لي ايه رأيكم. وهنا شوربة المشروم، وهنا عصير الكركديه والبرتقال، وهنا كان عندي شوية سمبوسك من امبارح قليتهم. وهنا طبق الفراخ الفاخر الجميل ده. وايه ده؟ فين يا نصر البطاطس؟ فين يا نصر البطاطس؟ لا كان في بطاطس. اه